أهلا بكم في قناتي تجربة إيمي. تجربتنا النهاردة في العين السخنة. هنروح مع بعض قرية سياحية في العين السخنة ونتفرج عليها مع بعض ونعمل عليها ريفيو كامل متكامل عشان اللي حابب يروح هناك يبقى عارف كل التفاصيل. دي قرية اللؤلؤة، بالتحديد اسمها لؤلؤة السخنة. موجودة في أول السخنة، مش بعيدة خالص، يعني من السويس نص ساعة بالظبط. زي ما انتم شايفين في المدخل بتاعها في كيدز اريا اللي قدامنا دي، وجنينة خضرة زي ما انتم شايفين قاعدة فيها حلوة قوي. في برضو موجود هناك مطعم ممكن تطلبوا منه الوجبات اللي انتوا عايزينها، أسماك، مشويات، كل الوجبات. في كمان سوبر ماركت متكامل في كل حاجة ممكن تستخدمها بأسعار حلوة جدا. ده الباركينج، وده المكان بشكل عام. زي ما انتم شايفين المكان فيه تأجير عجل للأولاد اللي يحب يأجر عجل، متاح وموجود. دي تعليمات الشاطئ. طبعا المكان ليه قيود وشروط عشان تبع الجيش، ان ممنوع دخول اي حاجة غير المسموح بيها. تعالوا مع بعض نتفرج على القرية ونشوف الشاطئ عامل ازاي، ونشوف ايه الحاجات المتاحة اللي موجودة فيها اللي ممكن لما نروح نستفيد بيها. مبدئيا في شاليهات زي ما انتم شايفين. بصوا التراث اللي تحت ده شاليه، ده التراث بتاعه. طبعا القعدة فيه تبقى على البحر خرافة. على فكرة أسعاره مش غالية، هو بالنسبة للناس العسكرية بيكون أقل، أما الناس المدنية يعني مش عالي قوي برضو. زي ما انتم شايفين دي القعدات اللي موجودة على الشط. بصراحة رغم الزحمة إلا كان المكان منظم جدا. ده طبعا زي ما انتم شايفين في دش قريب جدا من البحر، ده غير اللي موجود في الحمامات. اهم حاجه في القريه قبل ما تروح تكون حاجز، لان المكان بيبقى كومبليت، والحقيقه مش بيدخلوا حد بعد ما المكان يكون كامل، مش بيدخلوا اي فرد. فلازم قبل ما تروح قريه لؤلؤة السخنه تكون حاجز قبلها ومبلغ الاداره. تعالوا افرجكم على الحمامات. بصراحه كانت نظيفه وكانت واسعه، وكان في دش في كل حمام. فالحقيقه كانت عمليه جدا وعجبتني ان مساحتها كبيره ونظيفه طول الوقت. انا كان في عامله موجوده في الحمامات بتنظفها اول باول. فبجد من الأماكن اللي ارتحت في الحمامات بتاعتها وحسيت إنها مخدومة. دي بقى الكافيتيريا اللي موجودة على البحر. زي ما انتم شايفين أجمل ما فيها إن أسعارها زي بره. أنت موجود في العين السخنة وبتدفع الأسعار اللي موجودة بره بالظبط، ما كانش كمان أقل. هفرجكم عليها من جوه. دي الكافيتيريا اللي موجودة هناك. القعدة فيها جميلة ومكيفة جوه، يعني لو حاسس بالحر بره على الشط هتخش تقعد لك شوية جوه، هتحس بصراحة بقعدة حلوة قوي. في ايس كريم، في قهوه، في شاي، كافيه متكامل. وفي جوه على فكره بينج وفي بلياردو موجودين جوه الكافيه، اللي حابب يلعب برضه متاح. في حلويات وفي حاجات ساقعه وعصاير. قاعده جميله بصراحه. يلا بينا على البحر بقى. تعالوا اتفرجوا على جمال الشاطئ. بجد من اجمل الشواطئ اللي روحتها في السخنه. شاطئ رملي نضيف جدا، وفيه اهتمام وفيه رعاية جامدة جدا في المكان. طبعا ده غير الأمن والأمان، بما إنه تبع الجيش فأنت قاعد مرتاح جدا ومطمن جدا. مفيش حد غريب، مفيش مضايقات، مفيش حد ممكن يرخم عليك، بالعكس في رعاية والعساكر واقفين متابعين الموقف جدا جدا. أهم حاجة عندهم راحة الأسر، وإن يكون في احترام في القعدة وفي التزام. فعجبني قوي قوي إن المكان منظم وتحس إنك أنت قاعد مطمن. دي حاجة كانت حلوة جدا. أنا كنت قاعدة مطمنة على نفسي وعلى أولادي، فكانت القعدة جميلة بجد. في كمان كافيه صغير موجود على الشط قريب جدا، اللي هو قدامك، يعني مفيش مترين تقريبا. أنا خدت من عندهم شاي زي ما انتم شايفين. طبعا خدت كوباية شاي الصبح على البحر، كانت يعني حاجة كده جميلة. تاخد الشاي بتاعك وانت قاعد على البحر في الفيو التحفة ده، بجد قعدة جميلة. واحد كان محتاج يفصل، وقعدة البحر أصلا بتطلع الطاقة السلبية اللي موجودة عند الإنسان، فطبعا دي بالنسبة لي حاجة مهمة قوي. ده المكان من جوه حبيت أوريكم. أجمل ما في الموضوع إن الأسعار زي بره بالظبط. يلا بقى تعالوا نتفرج مع بعض على الاستوديوهات الموجودة هناك. لو حابب تقعد يوم وتريح في مكان بالتكييف بتاعك، بالحمام، بالسرير، تنام لك ساعتين تريح وبعد كده تنزل البحر تاني، متاح. ده من جوه الاستوديو، عبارة عن سريرين وكرسيين وتلاجة صغيرة، طبعا بحمام بتكييف بتلفزيون.
مكان جميل مجهز وينفع ل4 أفراد صغيرين، يعني أسرة صغيرة أو 2 مثلا لوحدهم هتبقى جميلة جدا جدا. اللي حابب يريح وقت العصرية الظهرية ويرجع تاني ينزل على المية. سعر الاستوديو ده 600 جنيه في اليوم. دي القرية بالكامل من فوق، صورتها لكم من الدور التاني فوق، المكان اللي فيه السوبر ماركت واللي فيه المطعم. دلوقتي افرجكم على السوبر ماركت. طبعا ما دخلتش المطعم، كان مقفول، لكن السوبر ماركت متاح طول الوقت، والمطعم كان بيفتح بس ليه برضو وقت معين بيفتح فيه. لكن دي القرية كلها من فوق زي ما انتم شايفين كده. ده السوبر ماركت من جوه، فيه كل الحاجات اللي ممكن تحتاجها. طبعا هو مفيد اكتر ومهم اكتر للناس اللي نازله هناك في استوديو او في شاليه. نسيت اقول لكم ان اسعار الشاليهات بالنسبه للناس العسكريين او تبع الجيش بيبقى ب 600 جنيه في اليوم، وبالنسبه للمدنيين اللي زينا كده هيبقى الفرد ب 900 جنيه في اليوم. طبعا بالنسبه ان الفيو كله فيو بحر والمكان مميز وانت قريب جدا من الشاطئ وكل الخدمات دي حواليكوا بالاسعار دي، يعتبر سعره حلو جدا جدا. ده الشاطئ بتاعهم زي ما قلت لكم، جميل قوي ورملي ومنظم. مكان يا جماعه منتهى النظافه ومنتهى النظام بجد. في كمان على الشط حاجة مهمة جدا نسيت أقول لكم عليها، موجود هناك كل الألعاب المائية اللي ممكن تحتاجوها، ممكن تأجرها من هناك وتستفيد بيها زي ما انتم شايفين كده. المراكب اللي ببدال، البنانة، كمان في مركب دورين بتأجرها، كانت الساعة ب1000 جنيه، يعني لو نص ساعة ب500، وبتشيل من 15 فرد ل25 فرد. والمركب الصغيرة اللي قدامنا دي ده كله للإيجار، وممكن كله تستخدمه في أي وقت. بتاخد الحاجة دي بالإيجار، تستخدمها ربع ساعة نص ساعة زي ما تحب. طبعا في ناس بتحب الحاجات دي وهوياها موجودة ومتاحة في القرية. حبيت برضو أصور لكم منظر الشاليهات في خلفية الشاطئ، قريبة جدا زي ما انتم شايفين كده. العمارات شايفين كلها بصة على البحر، كل الشاليهات الموجودة في قرية اللؤلؤة بصة على البحر مباشرة. فالحقيقة حلوة جدا وشكلها متميز. المكان يا جماعة بشكل عام عجبني، تجربتي كانت متميزة في المكان ده، ما كانش عندي أي كومنت على المكان. دي كانت تجربتي في قرية لؤلؤة السخنة. حبيت أقول لكم اللي حابب يستفيد ويروح كمان هيعجبه المكان جدا جدا. اللي عجبه الفيديو يا ريت لايك وشير، واللي ما اشتركش في القناة يشترك عشان يوصل له كل جديد إن شاء الله.